السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هقدم لكم كيكه من انواع الكيكات اللي بعملها على قناتي. يا رب تنول اعجابكم ويا رب تعجبكم ويا رب تكون سهله عليكم وتنفذوها، واللي تعملها وتطلع حلوه معاها تكتب لي في الكومنتات ان هي جربتها والنتيجه طلعت معاها ايه. اول حاجه المكونات: هنجيب كوبايتين سكر، كوبايتين سمنه، كوبايتين دقيق، 4 بيضات أو 5، 2 فانيليا، 1 بيكنج باودر. أول حاجة في حلة نضيفة حطينا كوبايتين السكر، وهنضيف عليهم كوبايتين مية، ونحط عليهم مكعب ليمون، ونوديهم على البوتاجاز ونسيبهم يغلوا ربع ساعة. دول هنعملهم السيرب أو الشربات اللي هنسقي بيه الكيكة. هنعمل كيكة بالشربات، أيوة هنعمل كيكة وهنسقيها بالشربات ونشوف النتيجة مع بعض. تمام يا حبايبي، اهو جبنا السكر، حطينا عليه المية، نحط عليه مكعب الليمون ونسيبهم ربع ساعة يغلوا على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. ادي مكعب الليمون، اوريهولكم عشان حاطه الليمون في الفريزر. تمام، وبعدين هنرجع نبدأ سوا في عمايل الكيك. جبت الهاند بلندر عشان نضرب بيه، وهنشوف. اول حاجة كسرنا البيض في الطبق او في البولة اللي هنشتغل فيها. مستعملين 4 بيضات، ولو البيض حجمه صغير ممكن تستعملي 5. انا في الكيكة دي مستعملة 5 بيضات، لان حاطة المكونات 2 يعني حاطة المكونات دوبل، فتقريبا المكونات دي تعمل كيكتين. يعني 2 سكر، 2 دقيق، 2 سمنة، 2 لبن، 2 فانيليا. بس حطيت 1 بس بيكنج باودر، لكن لو برضو حطينا 2 بيكنج باودر كانت هتبقى احلى برضه. وهتشوفوا معايا النتيجة في اخر الفيديو، طالعة تحفة وجميلة قوي. كسرنا البيض، نزلنا عليه بالفانيليا، وهنشوف النتيجة. وطبعا البيكنج باودر هنضيفه بعد الدقيق، يعني بننزل بالدقيق الاول وبعدين بننزل بالبيكنج باودر. وقبل ما نضرب هنحط رشة ملح، دايما دي معانا في كل الكيكات اللي بنعملها، ما تنسيش رشة الملح. تمام، ادي البيض وعليه السمنة، بس انا قلت اضرب كوباية كوباية عشان السمنة ما تطرطش على الهدوم يعني وعلى الحاجة وانا شغالة. فنستخدم كوباية كوباية، يعني بعد ما نضرب 1 مع البيض وتختفي ننزل بكوباية السمنة التانية. بعد ما ضربنا البيض مع رشة الملح ومع الفانيليا وكوباية سمنة، هنستنى لحد ما البيض يمتزج كويس والسمنة اللي فيه يعني تتدارى أو تختفي السمنة منه. بعدين هنصب كوباية السمنة التانية، هما كوبايتين. احنا حطينا 1 مع البيض عشان نضربه، والتانية خليناها على ما دي تمتزج عشان ايه البيض ما يطرطش والصينية توقع على الترابيزة يعني. تمام يا حبايبي، كده ضربناهم كويس. ارجو ان انا ما كنتش بطول عليكم الفيديو، يعني انا بحاول اختصر على قد ما اقدر الفيديو، يعني اللي بيطول مني بتوصل مدته 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير. كده حطينا رشة ملح على البيض، ودي دايما معانا في كل الكيكات اللي بنعملها، ما تنسوش رشة الملح. في كمان ناس بتحط يعني نص معلقة خل، برضو دي بتخلي الكيكة هشة ولونها ابيض، ويعني بتحسن قوام الكيك. بس انا حطيت رشة ملح بس مع البيض والسمنة زي ما انتوا شايفين كده. اللي ما اشتركش في قناتي بنت العمدة ام يوسف يشرفني باشتراكه، واللي مشترك ما ينساش يكتب لي تعليق جميل. يعني انتوا بتتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره وبتنسوا تكتبوا التعليق،
يعني التعليق ده بيفرحني وبيأكد لي قد ايه ان انتوا بتحبوني فعلا، والحاجات اللي بقدمها لكم بتعجبكم. فما تنسوش التعليق واللايك. ماشي. هنا نزلت بكوباية السمنة التانية، برضو كل المكونات بنضيفها بنفس المج اللي احنا عايرنا بيه في الاول، نفس المكيال اللي احنا كيلنا بيه من الاول هو اللي بنستخدمه. كيلنا بيه حتى الدقيق برضو عايرناه بيه، يعني بنفس المج ده. 2 سكر، 2 سمنة، 2 لبن، 2 دقيق. تمام. سمنة وسكر ولبن ودقيق، 4 مكونات بنفس المج، كل حاجة 2. وبعدين 2 فانيليا برضو، وواحدة بيكنج باودر. لو عايزة تستخدمي واحدة بيكنج باودر واحدة محسن كيك أو كيك شيف حلوة برضو، هتخلي الكيكة هشة وارتفاعها حلو معاكي. كده امتزجت المكونات وصبينا الدقيق. وعايزاكم تقولولي على الغلطة اللي انا غلطتها وانا بعمل الكيك، لو انتوا لاحظتوا ايه هي اكتبولي عليها في الكومنتات. تمام. هنا حسيت ان الهاند بلندر لما ضفت الدقيق تقلت عليه المكونات فما بقاش يلف كويس، فشلته واستخدمت المعلقة كملت بيها الكيك. يعني هو التقليب في المرحلة دي بالمعلقة ماشي، بإيدك ماشي، بالسباتيولا ماشي، يعني عادي. عادي يا بنات. بصوا ما توقفوش نفسكم على ما تعطلوش نفسكم، يعني بأي طريقة اعملي الحاجة، كل الطرق تؤدي إلى روما زي ما بيقولوا. يعني في الآخر هتطلع معاكي كيكة عملتيها بإيدك، عملتيها بالخلاط، عملتيها بالهاند بلندر، عملتيها بالمعلقة. طالما انت حافظة المكونات صح وحافظة الطريقة صح او الخطوات هتطلع معاكي زي الفل. تقلي قلبك واعمليها ما تخافيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات الميزانية والتوفير والتحويش وميزانية البيت وأمور البيت، ونوفر ازاي من المصروف، ونوفر ازاي من التموين، ونوفر ازاي من حاجة السوق اللي بنجيبها. لو عايزيننا نرجع تاني للفيديوهات دي اكتبولي في التعليقات، انزل لكم في الفترة الجاية ان شاء الله بإذن الله. هنزل لكم فيديوهات كتيرة ان شاء الله بإذن الله. ادعوا معايا ربنا يمنع الموانع والتليفون يفضل كده جدع وما يبوظ. هنزل لكم فيديوهات حلوة ان شاء الله، استنوني في الفترة الجاية. يعني عندي افكار كتيرة الحمد لله. ازاي من حاجة مثلا نجيبها ب10 جنيه نعمل 5 اطباق او 6 وجبات لافراد. ازاي من حاجة بسيطة نجيبها مثلا ب20 جنيه نعمل عشاء ل5 افراد. يعني الافكار زي كده كتير، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات قريب. ماشي يا حبايبي. كده نزلنا بكوبايتين الدقيق والبيكنج باودر ومزجناهم مع الخليط واللبن، وبعدين جبنا الصينية اللي غسلينها ومنشفينها ودهنينها سمنة، وبعدين حطينها في التلاجة ومعفرينها بدقيق. تسيبيها لحد ما تخلصي عجين الكيك، وبعدين تفضي فيها العجين وتخبطيها خبطتين كده، وتولعي الفرن لمدة 10 دقايق أو 7 دقايق، يعني على حسب الفرن بتاعتك بتسخن بعد كام دقيقة. الفرن سخنت اروح مدخلة الكيك على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة أو 40 دقيقة بالظبط. يعني الكيكة دي خدت في الفرن حوالي ساعة إلا ربع، 45 دقيقة. زي ما انت شايفة احمرت من فوق ومن تحت وبقت حمرة وهشة كده زي ما انت شايفة وجميلة قوي. في ناس بتحط بدل كوبايتين الدقيق واحدة دقيق وواحدة سميد بسبوسة، وفي ناس بتحط بدلها كوباية جوز الهند. دي بيسموها كيكة الرواني أو صينية الرواني، يعني كيكة بس بيحطوا لها كوباية سميد ويسقوها بالشربات. ودي النتيجة قدامكم اهي، تحفة وطعمها أحلى من شكلها كمان،
وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتعليق حلو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي، سلام عليكم.